أعلن البنك المركزي المصري عن تطبيق رسوم على معاملات إنستا باي، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في المشهد المالي الرقمي المتطور بسرعة في مصر. يأتي هذا القرار الذي يسري اعتباراً من أول أبريل 2025 بعد فترة من الإعفاء من الرسوم على الخدمات المصرفية الرقمية، ويشير إلى تحرك نحو نظام بيئي مالي رقمي أكثر استدامة ونضجاً. أثار هذا التحرك نقاشاً واسعاً حول تأثيره المحتمل على المستخدمين، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على المنصات الرقمية في معاملاتهم المالية. من المهم فهم الأساس المنطقي وراء هذا القرار وآثاره الأوسع على الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي في مصر. بداية من أول أبريل 2025 سيتحمل مستخدم إنستا باي رسوماً على المعاملات تتراوح بين 50 قرشاً و20 جنيها مصرياً، في حين أن هيكل الرسوم المحدد لم يكشف عنه بعد، إلا أنه يمثل تحولاً عن الإعفاء المؤقت من الرسوم الذي تمتع به المستخدمون للخدمات المصرفية الرقمية بين يناير ومارس 2025. يعكس هذا الإعفاء الذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي التزام الحكومة بهذه الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030. ومع ذلك فإن تطبيق الرسوم يثير تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على اعتماد المستخدمين وأحجام المعاملات. من الضروري أن يحقق البنك المركزي المصري توازناً بين توليد الإيرادات لدعم البنية التحتية المالية الرقمية وضمان القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول للمستخدمين من جميع مستويات الدخل. يتزامن تطبيق الرسوم مع العديد من التطورات المهمة في ميزات إنستا باي ونطاقه. أتاحت المنصة مؤخراً للمستخدمين إمكانية سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة فيزا وإجراء تحويلات مالية فورية باستخدام رموز الاستجابة السريعة. تعمل هذه الميزات على تعزيز راحة المستخدم وتوسيع نطاق استخدام المنصة في المعاملات اليومية. علاوة على ذلك، وافق البنك المركزي المصري على التحويلات المالية الدولية إلى مصر عبر إنستا باي. سيستلم المستفيدون الأموال بالجنيه المصري، وستحدد البنوك رسوم التحويل بناء على بلد المنشأ والعملة. يشير هذا الطرح التدريجي الذي يبدأ بدول الخليج إلى اندماج مصر المتزايد في النظام المالي الرقمي العالمي. يتماشى تطبيق رسوم إنستا باي والتطور المستمر للمنصة مع رؤية مصر 2030 التي تؤكد على التحول الرقمي والشمول المالي كركائز أساسية. من خلال تعزيز نظام بيئي مالي رقمي قوي ويمكن الوصول إليه، تهدف مصر إلى تمكين مواطنيها وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة قدرتها التنافسية العالمية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الحواجز المحتملة أمام المستخدمين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الموجودين في المناطق النائية ذات المعرفة الرقمية المحدودة. سيكون التغلب على هذه التحديات أمراً بالغ الأهمية لضمان وصول فوائد التمويل الرقمي إلى جميع شرائح المجتمع المصري. سيكون التزام البنك المركزي المصري بمراقبة تأثير هذه التغييرات وإجراء التعديلات اللازمة أمراً أساسياً لتحقيق مستقبل مالي رقمي شامل حقاً لمصر.